في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي القنبلة الهيدروجينية بتشتغل. قنبلة القيصر هي قنبلة نووية من الجيل الثاني صنعها الاتحاد السوفيتي عام 1961، وده نوع من أنواع القنابل النووية الحرارية بتسمى القنبلة الهيدروجينية، وده بسبب استخدام الديوتيريوم أو الهيدروجين 2 والتريتيوم أو الهيدروجين 3. وده حجم القيصر مقارنة بحجم الإنسان البالغ، طولها 8 متر ووزنها بيوصل ل 27 طن، فهي أكبر في الحجم وأتقل في الوزن من قنبلة الرجل البدين اللي وزنها بيوصل ل 4670 كيلو جرام فقط. مفيش أي مخطط واضح لقنبلة القيصر من الداخل، لكن عشان هي قنبلة هيدروجينية فالتصميم الداخلي ليها هيكون شبه كده. فده هو التصميم المعتاد للقنابل الهيدروجينية، بتحتوي على مرحلة أولية ومرحلة ثانوية. المرحلة الأولية بتكون مرحلة انشطارية زي اللي بيحصل في قنبلة الرجل البدين. داخل المرحلة الأولية موجود مجالات مختلفة، دي هي كرة الانفجار السريع، جواها موجود كرة الانفجار البطيء، جواها كرة من اليورانيوم 238، جواها موجود كرة مفرغة من الهواء، وجوه الكرة دي موجود كرة تانية من البلوتونيوم 239، وكرة البلوتونيوم تعتبر هي وقود المرحلة الانشطارية. جواهم كرة أصغر عبارة عن خليط من الهيدروجين 2 والهيدروجين 3، أما ده يعتبر بمثابة معزز النيوترونات، ومن هنا جه مصطلح النيوترونات الانشطارية المعززة. النيوترون مهم جدا للتأكد من عملية التفاعل المتسلسل النووي. المرحلة الأولية محتوية على صواعق متصلة كل منها بوحدة إشعال. المرحلة الثانوية أو المرحلة النووية الحرارية عبارة عن اسطوانة مكونة من طبقات متعددة زي درع انفجار اليورانيوم 238، جواها موجود الليثيوم ديوتريت، وده يعتبر كوقود للاندماج النووي. جواها اسطوانة من البلوتونيوم 239 كشمعة للإشعال. المرحلتين متصلين ببعض ببوليستر فوم. مادة البوليستر فوم بتكون مطلية بطبقة عاكسة، وده عشان يحبس الطاقة الانشطارية. تعال نشوف آلية تصميم القنبلة الهيدروجينية، وده عشان يسهل علينا فهم مراحل قنبلة القيصر. ولنفترض إن القنبلة وقعت دلوقتي من الطائرة، فبسبب وزنها التقيل في باراشوت بيكون متركب في القنبلة. لما الجهاز البارومتري يوصل للارتفاع المحدد وهو 4000 متر من سطح الأرض، بيتم تفعيل وحدة الإشعال، ودي اللي بترسل إشارات أو نبضات كهربية عبر الأسلاك، واللي بتروح للصواعق الكهربية المثبتة على كرة الانفجار السريع. وبمجرد وصول النبضات الكهربية للصواعق بتنفجر كرة الانفجار السريع، وبتكون موجة انفجارية بتوصل لكرة الانفجار البطيء، وبتسبب ضغط على اليورانيوم 238. وبسبب وجود فراغ فاليورانيوم 238 هيتصدم باليورانيوم 235، وبسبب ده هيتم ضغط حفرة اليورانيوم 235 أو حفرة البلوتونيوم 239. وبسبب الحرارة الشديدة بيبدأ التفاعل النووي المتسلسل في الفيزياء النووية، فلازم يحصل الانشطار النووي والاندماج النووي عشان القنبلة تقدر تولد قوة انفجارية ضخمة. الانشطار النووي هو انقسام ذرة اليورانيوم أو البلوتونيوم لما يصطدم بها نيوترون، وبتنقسم لذرتين وبينتج نيوترون وحرارة، وبيستمر الانقسام وإنتاج النيوترون والحرارة. ومن هنا يجي مصطلح التفاعل المتسلسل للانشطار النووي، وهيستمر التفاعل لحد انفجار الطاقة المتراكمة. لما يبدأ الانشطار بيتم حقن الحفرة بخليط غاز الديوتيريوم والتريتيوم، وبسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن انشطار اليورانيوم أو البلوتونيوم بيحصل اندماج نووي للديوتيريوم أو التريتيوم، ولكنه هيكون اندماج صغير، والاندماج الصغير هيضيف عدد من النيوترونات لسلسلة تفاعل الانشطار النووي، وهيحصل انفجار للمرحلة الأولية، وهينتج منها حرارة شديدة جدا وأشعة سينية وعدد كبير من النيوترونات. وده بدوره هيسبب ضغط كبير على المرحلة الثانوية، وخاصة مع وجود غلاف الإشعاع اللي هيحبس الطاقة الناتجة من الانشطار، وهيتحول البوليسترين فوم لبلازما، فالضغط هيزيد أكتر. بعد كده الضغط هينتقل للمرحلة الثانوية. لما اليورانيوم يتعرض لضغط بتزيد كثافة الليثيوم ديوتريد، وبسبب الضغط الشديد والحرارة العالية اللي بيتعرض لها البلوتونيوم 239 بيتعرض للانشطار، ويبدأ التفاعل المتسلسل، وبيتولد عدد كبير من النيوترونات، وبالتالي بيحصل انشطار أكبر بينتج عنه انفجار كبير جدا. قوة انفجار قنبلة القيصر والقوة الانفجارية وصل عرضها ل 8 كيلومتر، والتأثير الحراري بتاعها بيوصل ل 270 كيلومتر، وموجة الصدمة بتوصل ل 700 كيلومتر.
وبمقارنة بالفاتمان ففي فرق شاسع بين القيصر والرجل البدين، فدي كانت قنبلة القيصر.